تخيلي تروحي عزومة فطار وانتي حاسة بأناقة هادية وثقة حقيقية، عارفة ان ألوان لبسك مش بس جميلة لكن مناسبة لطاقتك وروحك في رمضان. السنة دي هتفتحي بقوة لوحة ألوانك الموسمية وتعملي إطلالات محتشمة تحسي انها انتي. في البداية حابة أقولكوا على حاجة. لو كنت تابعتي سلسلة الألوان اللي عملناها قبل كده من الفصول 4 لل 12 لسيكولوجية الألوان وتأثيرها علينا، الفيديو ده هيكون تطبيق عملي لكل اللي اتعلمناه فيها. ولو لسه ما شفتيهاش انصحك ترجعي تشوفيها بعد الفيديو لانها هتساعدك تفهمي السيزون بتاعك كويس وتختاري الوان رمضان اللي تبرز جمالك الطبيعي بشكل كويس. رمضان السنة دي 2026 جاي ومعاه موجة جديدة من الموضة، أقمشة ذكية وألوان مستوحاة من الطبيعة والتكنولوجيا في نفس الوقت. واحنا النهاردة مش بس هنتكلم عن الموضة، احنا هنتكلم عن انتي، عن جمالك، عن حضورك، عن الألوان اللي بتخليكي تتألقي أكتر من غير ما تبذلي مجهود كبير. وعشان نقول تعريف سريع، لوحة الألوان الموسمية ببساطة هي مجموعة الألوان اللي بتناسب بشرتك وعيونك وشعرك وطاقتك، وهي اللي بتخلي قطعة معينة تلمع عليكي وقطعة تانية تبان باهتة. وهنشوف دلوقتي كل موسم وإيه من ألوان رمضان اللي تناسبه أكتر. وأول حاجة هنبدأ مع فصل الربيع، وهو لما بتكون بشرتك دافية ونضرة وفيها لمعة طبيعية. ألوان رمضان اللي هتكون مناسبة ليكي هي ألوان الباستل الناعم والخوخي والمنت والبيج الدافي والذهبي الفاتح. والأقمشة المناسبة لربيع 2026 واللي مستعملة في رمضان بكثرة هي القطن والشيفون الخفيف بألوان هادية وخامة التنسل. اما بقى لو بشرتك كانت هادية وردية فيها درجات باردة فانتي هتكوني في السمر. والالوان من رمضان المناسبة ليكي هي اللافندر والرمادي المزرق والوردي البودر والكحلي البارد والفضي الناعم. والأقمشة الحريري المستدام والقطن الخفيف بدرجات باردة والموديل. ولو بشرتك دافية غنية وفيها عمق اكبر فانتي هتكوني غالبا فصل القطن. والالوان المناسبة ليكي هي الزيتي والنحاسي والشوكولات والنبيتي والذهبي العميق. والأقمشة ممكن تختاري القطن العضوي والأقمشة الطبيعية اللي بتكون بألوان ترابية او اللينين. واخر فصل معانا وهو الوينتر. فده لو بشرتك كان فيها تباين عالي وعيون غامقة وشعر غامق فانتي وينتر. والوان رمضان المناسبة ليكي تكون زمردي والكحلي العميق او الغامق والاسود النقي والفوشيا البارد والفضي اللامع. وممكن في الالوان دي تختاري من الأقمشة الذكية اللي نازلة جديد والخامات اللامعة الخفيفة. ودلوقتي هنتكلم عن الأقمشة اللي نازلة موضة السنة دي. الموضة ماشية دلوقتي ناحية الاستدامة والراحة. فبنختار أقمشة زي التنسل والقطن والأقمشة الذكية. والأقمشة الذكية دي يعني ايه؟ يعني خامات قابلة للتنفس، خامات خفيفة ولكنها تقيلة مش بتشف برضو. بتتفاعل مع الجسم من الحرارة والحركة وبتدي راحة وأناقة في نفس الوقت. ومن اهم انواعها واللي موجودة موضة في رمضان كتير الأقمشة اللي هي زي ما قلنا بتتحافظ على حرارة الجسم. كمان في أقمشة تانية بتمتص العرق بسرعة فبتخلي الجسم جاف طول اليوم وبتكون طبعا مثالية للصيام والخروجات الطويلة. وفي كمان الأقمشة اللمعة الخفيفة زي السمارت ساتن والتيك سيلك. شكلها بيكون فخم زي الستان بس أخف وبتتنفس شوية ومش بتلزق في الحر وبتكون مناسبة جدا للسهرات الرمضانية. وفي كمان نوع تاني وهو الأقمشة اللي بتتمدد مع الحركة للستريتش. بتتمدد مع الجسم وبترجع لشكلها من غير ما تتكرمش وبتكون مريحة جدا في اللبس اليومي. وفي نوع كمان وهو الأقمشة المضادة للتجاعد اللي هي مش بتتكرمش، بتفضل ناعمة ومفرودة ومش بتحتاج مكوى كتيرة وبتكون طبعا مثالية للعزومات والخروجات السريعة. وكل الخامات اللي قلناها دي بتديكي تغطية وأناقة وراحة في نفس الوقت. نيجي بقى لجانب مهم قوي وبيحافظ على شكل اللوك كله وهو الاكسسوارات. في رمضان 26 التوجه نحو الاكسسوارات البسيطة الراقية والمصنوعة من مواد مستدامة. فاختاري مجوهرات تكون من معادن معاد تدويرها
وشنط صغيرة متعددة الاستخدامات، يعني ممكن نستخدمها في كذا حاجة، في كذا شكل او في كذا لوك. شوزات تكون مريحة وأنيقة، لفات حجاب تكون ناعمة بأقمشة موديل أو حرير مستدام. ودايما استعملي الاكسسوار بالشكل اللي يخدم اللوك لكن ما يطغيش عليه. ودلوقتي نجمع كل اللي قلناه ده مع بعضه ونشوف 3 تحولات كاملة من ألوان السيزون واتجاهات 2026. في الأول هنشوف لوك ناعم أنثوي منعش مناسب جدا لبنات السبرينج اللي درجاتهم دافية ونضرة. الستايل كله مبني على ألوان الباستل والخامات الخفيفة. وهنا اخترت عباية بيج فاتحة بخامة التنسل وطرحة بيتشي أو منت مع اكسسوار دهبي بسيط، شنطة صغيرة. فهتلاقي اللوك يكون ناعم ومشرق ودافي من غير أي مبالغة. كمان ممكن نشوف لوك تاني يكون هادي وبارد مناسب لبنات السمر اللي درجاتهم وردية باردة. فاخترت فستان كحلي بارد بخامة الموديل أو حرير المستدام وطرحة لافندر وشنطة صغيرة فضي مع اكسسوار بسيط جدا. فهتلاقي اللوك بقى هادي كده وراقي ومناسب للعزومات اللي بتكون بالليل. واللوك ده هيكون مناسب للبنات اللي هي السيزون بتاعهم اوتم ودرجاتهم بتكون عميقة ودافية. فاخترته يكون ترابي وفخم بس من غير ما يكون تقيل. رمضان 2026 مش بس موضة، هو فرصة تعبري فيها عن جمالك الداخلي وروحك وهويتك. لما تختاري ألوان السيزون بتاعك لبسك مش بيبقى بس جميل، بيبقى مناسب ليكي اكتر. لو الفيديو هو حمسك وعجبك اعملي لايك وشير واكتبيلي في الكومنتات انت شايفة نفسك انهي موسم. ومستنية اشوف تنسيقاتكم الرمضانية اللي هتبدعوا بيها السنة دي. وباي باي مبدعين، واشوفكم على خير ان شاء الله ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.